بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض رز معمر، بس بخلطة بقى مختلفة، مش مفهوش لحمة خالص، بالفراخ، بصدور الفراخ كده، وكمان معاه فاصوليا متقطعة. طريقة حلوة قوي قوي وسهلة جدا جدا، وعايزة اقول لكم ريحته طالعة تجنن، ريحته طالعة تحفة جدا جدا، وشكله يعني غني عن الكلام. يا رب تكونوا بتستفادوا من المحتوى اللي بقدمه لكم. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسيش اللايك والشير، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس واختاروا الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ على طول. عندي هنا الطاسة حطيت فيها زيت وسخنته. عندي فاصوليا مقطعاها قطع بعد ما غسلتها، هحطها كده وتاخد تشويحة، وبعدين هحط عليها قطع الفراخ اللي انا مقطعاها صغير جدا ونقعتها في ميه خل، وبعدين صفيتها، وبعدين لما الفاصوليا تاخد تشويحه هبدا احطها عليها. ولو عندك حاجه غير الفاصوليا، بسله، جزر، تقدري تحطي اي خضار برضو، هيدي قيمه غذائيه اعلى لطاجن الرز. تمام كده. اول ما تاخد تشويحه بقى كده واحس ان هي دخلت في السوا، هبدا انزل عليها بقطع الفراخ، يعني بدات تدخل في السوا. هبدأ بقى انزل عليها بقطع الفراخ مقطعها قطع صغيرة كده بالشكل ده، ونقعتها وبعدين صفيتها. هبدأ بقى كده اقلب على بعض، طبعا كمية الفراخ اللي تحبيها. هسيبه كده بقى كده، هقلبه واسيبه لحد ما ينزل المية. الفراخ هتنزل المية بتاعتها وتستوي بيها، والفاصوليا تستوي معاها، ولما يستووا بقى ارجع لكم نحط البهارات بتاعتها. دلوقتي بقى هحط عليها البهارات، ملح وفلفل اسود بس كده، وهقلبه. مش هزود في البهارات علشان خاطر هحط الرز هبهره، هحط له شويه بهارات حلوين، فهو كفايه بس ملح وفلفل اسود. هقلبه واسيبه يكمل يشرب بقيه ميته اللي نزلت ديت، وبعد كده احطه على الرز. دلوقتي انا جهزت الرز عندي اهو، حطيت عليه البهارات. انا غسلته الاول ونقعته ساعتين في الميه، وبعدين صفيته بقى كويس من الميه، وحطيت عليه البهارات اللي هي عباره عن ايه: ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وزنجبيل وقرفة ومرق دجاج، وطبعا تظبطي الملح بتاعها. وبعدين بقى هبدأ انزل عليه باللي انا عملتها الفراخ على الفاصوليا. هبدأ اقلب بقى اللحمة على الفاصوليا على الرز، وابدأ احطهم في الطواجن اللي انا مجهزاها. حطيت لها يعني زيت او اي مادة دهنية دهنتها بيها كلها، وبعدين بقى هحط لها حتة قشطة في القعر، وابدأ بقى انزل عليها بالخلطة بتاعتي اهو. كله هحط فيه انا حطيت زيت او اي مادة دهنية وتقلبيهم. هبدأ بقى احط في كل واحد حتة قشطة كده. قشطة تحت كده بتخلي الرز احمر اهي. وطبعا برضو هحط قشطة فوق كده. حطيت في كل طاجن حتة قشطة من تحت. هبدأ بقى انزل بالرز اللي انا قلبته على بعضه كويس جدا. هبدأ بقى احط على كل طاجن كده الرز، حملاه كده لحد 3/4، واكون مسخنه اللبن بعد كده واحطه عليه. هحط بقى كله بعدين ارجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما حطيت كده وزعت الرز على الطواجن كلها، انا طبعا هنا سخنت اللبن. عندي اهو اللبن سخنته، لازم يبقى سخن. هنا عندي الطواجن، طبعا لقيت نفسي محتاجه الرز طلع زياده، لازم اسيب فرق كده علشان خاطر الرز لسه هيزيد اهو. في كل طاجن سايبه فرق عشان الرز هيزيد، فجبت طاجن كمان وحطيت فيه بقيه الرز. اللبن هنا لازم يكون سخن علشان الطواجن تستوي كويس. وهكون مسخنه الفرن على اعلى حاجه، واحطه من تحت. وفوق الوش بقى هحط قشطه على زبادي عشان الرز يطلع طري، والوش يطلع لونه احمر كده كريمي. طبعا لازم انقع الرز علشان برضو الرز ينجح معايا. طبعا كده الرز هيحتاج تاني ميه، هزوده بقى ميه كده، هحط له ميه تاني علشان خاطر اكمله لحد الاخر. هبدا بقى ازود ميه اهو، بصوا لحد ما يوصل لحد الاخر كده.
طبعا انا عشان حاطه قشطه تحت فالقشطه فصلت، وكمان عامله الفراخ والفاصوليا بزيت، فايه تحس انه طالع القدام كده على الوش. طبعا لما احطوه في الفرن طبعا هيتشرب والحاجات دي كلها علشان وهيطلع حلو جدا. هبدا احط له على وشه قشطه بزبادي، ومش هزود سمنه لان هو كده فيه ايه سمنته كفايه. هحط له بقى قشطه على زبادي على وشه. هنا قشطه على زبادي اهي كده هحطها فوق الوش، هي بقى هتسيح وتعمل الوش بتاعنا اهي. طبعا اهي هبدأ بقى احطها على الوش كله كده، كل وش هحط له حته. دلوقتي بعد ما حطيت له كله كده على الوش قشطه بزبادي، هبدا بقى اولع الفرن. لازم الفرن يكون ساخن ودرجه الحراره عاليه، واحطه من تحت واشغله المروحه. لو مفيش مروحه هتسيبيه لحد ما يستوي. لو لقيتي وشه بقى كويس ولعي له خلاص، ما تولعيش الشوايه. لو حسيتي ان هو عايز يحمر شويه ولعي له الشوايه. هسويه بقى كله وهرجع لكم تاني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الرز طالع تحفه جدا جدا، طالع حلو قوي وريحته طالعه جميله جدا تفتح النفس بصراحه. بصوا مستوي زي الفل ازاي، وشه طبعا طالع احمر اهو جميل. ممكن بقى تحطيه لو انت عايزه اللون يزيد شويه تولعي عليه الشوايه، بس تاخدي بالك عشان ما يتحرقش ويخلي طعم الرز مش حلو. هو كده حلو جدا. بصوا الرز جميل جدا ومستوي وحلو قوي، والوش بتاعه شايفين لونه احمر ازاي وجميل. طبعا الرز باللحمه، الرز المعمر بالفراخ بيبقى طعمه احلى جدا جدا من الرز المعمر باللحمه. ولما تجربوه هيعجبكم جدا وهتدعولي. زودوا بس القرفه في الرز، القرفه بتدي طعم جميل جدا قوي للرز. يا رب تستفادوا من المحتوى اللي بقدمه لكم. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.